السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لو تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان بإذن الله يوصلك مني كله جديد. اخواتي من جوه مصر ومن بره مصر دخلوا معايا جديد، ما نحرمش منكم أبدا. إن شاء الله يا رب ما نحرم منكم. يا رب ربنا يرضيكم ويرضيكم ويكبر بخواطركم يا رب، اللهم امين. ويرزق كل مشتاق بما يشتاق يا رب، يرزق كل مشتاق بما يشتاق ويصلح احوالكم يا رب. النهارده باذن الله فيديو حلو وفيديو جميل. هنجيب شويه مشتريات كده وهنبدا معاكم ان شاء الله الفيديو من اول بالليل او من السهره كده معاكم ان شاء الله. لو اول مره تشوفيني او تشتركي عندي في القناه، انا اختكم منادر. يسعدني جدا وجودك معايا وتشرفوني وعلى راسي من فوق. اتمنى منك تحط اللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناه، وتدعميني يا حبيبه قلبي كده باللايك الحلو بتاعك. اول حاجه ان شاء الله هندخل كده في التصميم بتاعنا على طول، او هنعمل ايه يعني شويه هدوم هنغسلهم وهنرتب الدولاب وايه، واوريك شويه مشتريات كده. وبصي يعني الفيديو حلو، هو فيديو مش كتير او مش يعني مش طويل قوي، بس هو شويه افكار كده وشويه حاجات احنا عملناهم في السريع يعني. فحبيت ان انا ادخلك معايا او اشترك معاكي في الفيديو الحلو دهوت، واحمسك كده لو وراكي شويه غسيل، لو وراكي شويه حاجه. وفي كمان هقول لك على اسعار بتاعه المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده من السوق، حاجات حلوه جدا جدا وباسعار رخيصه جدا. الخضار يا حبايبي بدا يرخص والاسعار بدات تنزل، اللهم لك الحمد. فاللهم لك الحمد يا رب، ربنا يرخيها كمان وكمان يا رب. طبعا يا حبايبي داخلين خلاص على رجب، خلاص كل سنه وانتم طيبين. ويعيد علينا ايام بخير يا رب، ويبلغنا رمضان اللهم امين. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين يا حبايب قلبي. يلا بقى نشوف الحاجات اللي احنا جبناها النهارده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله شويه مشتريات كده زي العسل. لو معاكي 300 جنيه بس هتعرفي تجيبي حاجات حلوه جدا جدا، وهتتسوقي وتملي بيتك خير. وهقول لك كمان لو انت عايزه تجيبي فاكهه وعايزه تجيبي مثلا خضار وحاجات، هنقول على الاساسيات اللي احنا لازم نجيبها معانا في البيت، وتكون حاجه اساسيه في البيت. والحاجات والبدايل بقى هنقولها برضه. بص بقى، طبعا الروتين بتاعنا بدأ من السهره زي ما قلت لك. كنا بالليل كده في السهره قمنا بقى قلنا ايه، نعمل شويه شاي كده حلوين. وكان ابو نادر يعني كان جايب لنا ايه، اللي هي اصابع العجوه ديت. وكان جايب لنا شويه فاكهه او شويه جلاش فاكهه حلويات يعني. وام علي طبعا انا ماليش طبعا في الجلاش والحاجات ديت، لان طبعا علشان خاطر السكر وان كده، اللهم لك الحمد يا رب. فانا بحب اللي هي بصراحه ام علي، فعارف ان انا بحبها، فهو جاب لي منها يعني. باكل منها حته كده وخلاص وخلاص. لان صراحه ساعات باجي كده الاقي نفسي هبطت جدا، والاقي جسمي يترعش، واحس ان انا عايزه اكل حاجه مسكره دلوقتي. اهو لو ما اكلتش حاجه حلوه احس ان انا ايه، هطب سكتة حاجه هتحصل لي. فطبعا احنا عارفين ان ده طبعا، انا عارفه يعني ان هو ده طبعا من اعراض السكر يعني. فاللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على اللي تجيبه لنا يا رب، واحنا راضيين بقضائك وقدرك والحمد لله على كل حال. فهو راح بصراحه جاب لي اللي هي الاصابع العجوه ديت، وجاب كمان شويه جلاش، وجاب ام علي كده. وكان جايب لنا لب بقى في السهره، قلنا ايه نتسلى يعني وكده. بص دي الجلاش اللي هو كان جايبه، وكان جايب لي ام علي، لان عارف ان انا ما باكلش الجلاش والحلويات ديت. فهو جاب لي ام علي اكل منها بحيث ان انا بحبها، واكل منها حته بس كده. واحطها بقى عند كل ما احس ان عايزه اكل حاجه حلوه اكل حته ام علي. وساعات طبعا بعمل كيكه، بعمل حاجه، فلازم ايه الحاجه الحلوه صراحه ما تنقطعش يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. هي دي شكلها يا حبايب قلب ام علي اهيت. هي دي صراحه اللي انا بحبها في الحلويات يعني، وبتعبش منها. جبنا بقى طبعا، عملت شويه شاي كده حلوين. كنا قاعدين بقى في السهره بالليل. قلت اما اقوم اعمل لهم بقى حبه شاي حلوين كده. وطبعا كانوا هم بقى قعدنا كلنا اللب الاول صراحه، وبعدين قلنا بقى نقوم نحل بقى بحته حبه جلاش وحبه اصابع العجوه اهوت. وهنعمل شاي بقى حلو كده، عشان خاطر اللي عايز ياكل بقى يغمس بالشاي يغمس، ياخد بقسماط ياكل زي ما انت شايفه معايا كده. بدأنا بقى ان كنت طبعا حاطه ميه في الكتل، قلت عشان بسرعه يغلي بسرعه. وبصراحه الكتل بياخد ميه كتير يعني. قلنا بقى ده الدنيا. بص عايزه اقول لك الجو كان زي السم، كان الجو في الليله دي ساقعه جدا سم كده. طبعا كل يوم برد وكل يوم ساقعه. فاحنا لازم بقى الشتاء او البرد بيحب الحاجات الدافيه، وبيحب بقى في السهره كده بصراحه. مين بيجوع كتير يا جماعه؟ بالشتاء دي بيتجوع كتير قوي قوي بصراحه. فبقى ايه، هتقوم بقى في السهره كده تعملك حبه قراقيش. تحب تاكلي بقى بالقرقش شويه شاي، بشويه شاي بلبن.
شويه بقى. بصراحه الساره بتحب الاكل والسقعه بتحب الاكل، ده في ولادك كده. لو عندك شويه قرص بقى، تعملي شويه قرص حلوين كده تحطهم في الفريزر، تطلعي منهم لاولادك في السهره بقى. بصوا الحاجات دي بتوفر، والحاجات دي كمان بتريح الواحده الست يعني. لان بقى مش هتنعي هم بقى هيقوم يجوع في السهره هياكلوا ايه وكلام من ده، لا هتبقى عندك شويه قرقاش تحطهم في الفريزر، او عامله شويه بقسماط، او عامله شويه رقيش بالعجوه، والعيال ايه تاكل بقى يعني كوبايتين شاي او كوبايه شاي بلبن او كوبايه لبن، ومش هتنعي هم، وتحط لهم ياكلوا بالف هنا وشفا. طبعا ده كان الروتين المسائي بتاعنا. قمنا بقى الصبح دي تاني يوم، صباح الخير يا ولاد، مين اللي صح معايا؟ قومي بقى الصبح كده حبيبه قلبي تنشطي كده وافتحي شبابيك كده، خلي الرزق يدخل لك، كل الشبابيك اللي عندك افتحيها، افتحي البلكونات، حتى لو الجو سقع وهوا وشتاء لازم نفتح الشبابيك، وافتح الشبابيك بتاعتك. ليه؟ عشان الرزق يدخل لي يا حبيبه قلبي، الرزق دي بركه، وحبه بتوع الصبحيه دول بصراحه بيبقوا كلهم رزق وبركه وخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. قلت اول حاجه طبعا ده كان يوم السوق، قلت بقى اقوم اشغل الغساله كده الاول، عندي شويه غسيل شويه شويه يعني مش كتار، هغسلهم في يومين ثلاثه كده قبل ما اروح السوق. طبعا اهم حاجه بقوم اشغل الغساله الاول بقى، واعمل بقى الشغل بتاعي جنب الغساله، يعني جنب الغساله وهي دايره. انا كنت بقى اروق البيت، انا كنت اغسل مواعين، كنت اعمل فطار، بتبقى الغساله دايره كده وانا جنبها كده رايحه وجايه جنبها. طبعا انا كنت بحط برسيل الاول، بس طبعا عشان هو مقطع بدات احط اوكسي. طبعا حطيت ميه في الغساله الاول ونزلت بشويه كلور، وبعد كده شغلت الغساله وقمت نازله بقى ايه حاطه الهدوم وحاطه شويه الاوكسي. طبعا بحط الهدوم البيضاء الفاتحه الاول، وابدا بقى اشغل الغساله. انا بشغل الغساله دي دورتين، بتنضف الهدوم وزي العسل، اللهم بارك. والله الغساله جميله جدا، اللي هي دي توشيبا يا جماعه، اللي هي نص معايا ما شاء الله، مريحاني جدا جدا وجميله وبتنضف الهدوم، وعايزه اقول لك زي العسل كده. يلا بقى رحنا السوق جبنا شويه طلبات، هقول لك بقى على اسعار الطماطم واسعار الحاجه. بصوا بقى معايا، لو انت معاكي 300 جنيه هتعرفي تسوقي بيهم، ولو 250 جنيه ان شاء الله هتسوقي بيهم. هقول لك بقى على السوق النهارده وعلى المشتريات اللي احنا جبناها النهارده. انا جبت طماطم، الطماطم ب5 جنيه، جبت 3 كيلو، وجبت كمان الكيلو ونص ب10. من ده ومن ده لما 5 يعني تحس انها مش حمرا قوي، بس هتسيبيها تحمر معاكي شويه. جبت السفند الجميل دهوت، هو السفند ده يا جماعه مش بلدي، هو سفند صيني بس كبير وحلو عن البلد دلوقتي حادق جدا ما شاء الله. السفند كبير وحلو. جبت الكيلو ب10 جنيه، جبت 3 كيلو ب30. البتنجان ده جبت الكيلو وربع ب10، 2 كيلو ونص ب20. والموز الجميل ده بسم الله ما شاء الله جايبه ال2 كيلو ب35 جنيه. وجبت بسله ب25. وجبت سمك بشوكه النهارده بقى، قلنا هنعمل سمك بشوكه يعني ايه. جبت السمك ده ب90 جنيه. وجبت البطاطس الكيلو وربع ب10، جبت 2 كيلو ونص ب20. واللهم صل على النبي. جبت الشطه دي جبت نص كيلو ب10 جنيه، لان الكيلو ب20، جبت النص ب10. وجبت الكوسه يا جماعه، والله الكوسه دي جايباها ب5 جنيه، جبت كيلو بس لان عندي كمان يجي كيلو. دي المشتريات بتاعت الاسبوع النهارده اهيت ما شاء الله، جبت كل حاجه. وطبعا جبت السوق ده الاول اسبوع ده يعني، جبت سمك اللي هو بشوكه قلت هنعمله للولاد، جبت الكيلو على 90 جنيه من السوق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. بص بقى يا قمر، انا يوم السوق ده طبعا بجيب ايه يعني، بحاول مثلا انا السوق ده جبت كاكا، جبت عنب، جبت بلح، جبت حاجات من دي. باجي السوق اللي وراه اجيب الحاجات اللي ما جبتهاش السوق ده، مثلا اجيب تفاح، اجيب موز، اجيب زي ما انتوا شفتني كده يعني، بحاول ان اجيب الحاجه البديله. يعني جبت ده الاسبوع ده، فالاسبوع التاني اجيب ده برضو، بحيث ان انا ااكل اولادي كل حاجه وما احرمهمش من اي حاجه. بص بقى انا كان عندي هدوم كده كوتهم، هدوم لابو نادر يعني، وبدات بقى ان انا كوت الهدوم بتاعته وعلقتها في دولابه كده. بكوي الترنجات وعبيان وقمصان وبناطيل وحاجته، حتى الجواكت بتاعته بعلقها له. فبرتب الدولاب زي ما انتم شايفين كده، بحط الجواكت على بعضها والترنجات على بعضها، وعبيانه برضو في جنب لوحدها. بحط يعني الطويل وبعدين القصير في قصير في قصير كده. وعملنا الغدا بتاعنا النهارده، قلينا السمك بتاعنا، وعملنا شويه رز ابيض كده وشويه سلطه، وقطعت خياره وخضار. وده كان يومنا النهارده وغدانا. واليوم بتاعي النهارده يا رب يكون يوم سهل وخفيف كده، وكان يوم روتين خفيف، روتين سهل كده عليكم النهارده في المطبخ، ما حاولتش ان اطول عليكم. جبنا شويه مشتريات من السوق، وحبيت ان اوريكم الاسعار بتاعتنا وازاي هنمشي نفسنا. والاسعار بتاعتي والله يا جماعه دي الاسعار بتاعت السوق بتاعتنا، اللي انا جبت الطلبات دي كلها بنفس الفلوس اللي قلت لكم عليها، وبنفس الاسعار اللي بقول لكم عليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.